السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. وصفتنا لليوم وصفة من وصفات شهر رمضان، إن شاء الله يا ربي يدخل علينا بالصحة والهنا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هذه الوصفة تقدروا تقدموها كطبق رئيسي ولا كمقبلة. درتهم لكم هذو لي كروكات بطريقتي، تبعوا معايا الفيديو للأخير. تجي فيهم واحد البنة روعة ويجوا بزاف خفاف. نبداو على بركة الله في المقادير. نجيب الكسرونة تاعي، حطيت فيها لتر تاع الماء حوالي 4 كؤوس. كي يولي يغلي هذاك الماء نضيف الكركم من أجل اللون تاع الروز تاعي، ونضيف فلفل أسود، ونضيف الملح، ونبدا نضيف في الروز تاعي اللي كنت غسلته في الماء. انا هنا درت 2 كيسان تاع روز. اللي كيلت به الماء هو اللي كيلت به الروز تاعي نفس الكاس، لان في هذا الوصفه لازم الروز يجينا شويه معجن، يعني يكون طايب بزياده. بعد ما يطيب هذا الروز تاعنا ويشرب كاع هذاك الماء، نديروه في كسكاس كيما راكو تشوفوا، ونخلي الماء يقطر منه بهذا الشكل. هذه الوصفة بزاف سهلة وما تكلفش، مكوناتها تقريبا كاينة في كامل البيوت. من بعد نجيب إناء وندير فيه هذا الروز تاعي، نفرغ كامل هذيك الكمية تاع الأرز، ونضيف نصف ملعقة صغيرة راس الحانوت، ونخلط مليح باستعمال الملعقة بهذه الطريقة. ودروك نبدا بيديا نخلطها حوالي دقيقة باه نتحصلوا على عجينة نقدروا نشكلوها كريات ولا أصابع كما راكو تشوفوا في الفيديو. ناخذ كمية من الخليط ونبدا نشكل فيهم بهذه الطريقة، ونحشيهم بالفرماج. انا راني راح نديرهم على شكل اصابع، وانتم تقدروا ديروهم على شكل كريات ولا كما تبغوا بهذه الطريقة. بعد ما كملتهم بنفس هذيك الطريقة كما راكو تشوفوا، نديروهم في الفريجيدار ونخلوهم يبردوا باه كي نقلوهم يكونوا شادين رواحهم وما ينحلوناش. بعد ما درتهم يبردوا رايحه نحضر دروك لاصوص تاعي ولا المرق. درت البصل، الزيت، الملح، ونخليهم يتقلاو مليح. كي يتقلى البصل تاعنا نضيف الحمص ونخليه يتقلى. من بعد نبدا نضيف في التوابل التاوعي ونمرق. كي يولي يغلي نبدا نضيف في الكريات تاع البولي هاشي تاعي ونخليها طيب. بعد ما بردوا لي هذو الاصابع تاع الارز تاعي نجيب لا شابلور وبياض البيض، ونبدا نديرهم في بياض البيض، من بعد نرمدهم في لا شابلور كيما راكو تشوفوا في الفيديو. من جهة أخرى نجيب المقلة تاعي نحط فيها الزيت كيما راكو تشوفوا، ونخليها تسخن مليح. يعني في الأول نزيدوا للنار، وكي نبداو نطيبوا فيهم نديروهم على نار متوسطة. هذوك الأصابع يطيبوا لكم بالخاف وما ينتحلولكمش. طيبوهم عادي، برك ما تقلبوهمش بزاف. كي تلقاو جهة طايبة دوروا على الجهة الأخرى. كي طيبوا لنا نحطوهم في طبسي اللي يكون فيه الورق باه يمتصنا كاع هذيك الزيت اللي فيهم. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تجربوها، تشاركوا الوصفة مع اصدقائكم مع العائلة تاعكم لتعم الفائدة. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. ايضا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.